بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده طبعا عايز أتكلم عن موضوع كهرباء وقصة كهرباء والناس اللي عايزة توقف كهرباء والناس اللي بتتكلم في إيقاف كهرباء. قبل ما أتكلم في أي نقطة، معلش يا جماعة، يعني إيه، أنا تقريبا بقالي كام سنة بعمل فيديوهات، متهيألي قلت لكم مرة أو مرتين بالكتير قوي إن أنا عايز الناس تشير الفيديو. لا، أنا بجد الناس دي طالب الناس كلها تشير الفيديو ده، يعني عايز على قد ما تقدر انك تشير الفيديو ده عشان هنقول كلمتين ان شاء الله، يعني ايه، يهدوا الواحد شويه. طبعا بالنسبه للقصه بتاعت كهربا وبالنسبه بتاعت الفيديو، طبعا هو بعد المباراه طلع مع الجماهير وقال بالنص كده، يعني بالنص اوف كهربا حطه صح عشان خاطر الجمهور يقول ايه نفس الجمله. انا واحد من الناس قسما وبالله قسما وبالله قسما وبالله كمان مره، تمام، انا اول ما شفت الفيديو اتضايقت وقلت لا، كهربا غلطانه، كهربا ما كنتش عملتها، يا كهربا وايه والكلام ده. بس بعد كده التداعيات بقى بتاعت اللي بيحصل والمواقف اللي بتحصل، الواحد بدأ يشك انه لا، ده هو ده الصح، ده هو ده يعني العقل، ده احنا اللي غلط، ان احنا نرفض الحاجات دي، ان احنا اللي غلط، ان في ناس ما ينفعش تتعامل معاها الا كده، في ناس هي دي طريقتها واسلوبها وحياتها، فما ينفعش تتعامل معاهم الا بطريقتهم واسلوبهم وحياتهم. بس بعيد عن النقطه دي دلوقتي، بعيد عن النقطه دي دلوقتي. طبعا امبارح سياده الموسيقار طلع عمل مؤتمر وبيتكلم ان ازاي كهربا يعمل كده وازاي كهربا مش عارف ايه، وقدم شكوى للاتحاد والاتحاد عملها مش عارف لجنه الانضباط، ولجنه الانضباط شكلها كده بتفكر ان هي ايه توقفه. طب بالنسبه لسياده الموسيقار اللي هو اللي قدم لك الشكوى يا اتحاد، سياده الموسيقار اللي هو اللي قدم لك الشكوى في المؤتمر ده وقال لك ده كهربا قال كذا كذا كذا، ما سمعتوش في نفس المؤتمر، في نفس المؤتمر وبيقول على كهربا كلب؟ ما سمعتوش في نفس المؤتمر وبيقول على كهربا ما ترباش؟ ما سمعتوش في نفس المؤتمر وبيقول على كابتن محمود الخطيب الاسطوره، الراجل المحترم، رمز الاخلاق، رمز كل حاجه حلوه في البلد دي، ان هو ما ترباش؟ ده الايام هتقوم لما رئيس نادي الزمالك يقول على رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب انت ما تربيتش. يعني ايه اللي ناقص تاني في الدنيا؟ يعني بجد والله ايه اللي ناقص تاني في الدنيا؟ والكابتن هنا هتحط بقى والاعلام بقى كله، بس نيجي للكابتن هنا هتحط المحترم، لان الناس كتير اول ما نيجي نتكلم عنه يقول لك يا عم انت بتتكلم عنه ليه؟ ده راجل محترم، هو محترم في كلامه، محترم في اسلوبه، محترم في لسانه، لكن اللي هو لما يجيب الموضوع نفسه ما اعتقدش ان ده اسمه احترام. لما يجي يتكلم على المؤتمر بتاع سياده الموسيقار ويتكلم عن النقطه بتاعت كهربا ويلوم على كهربا وما يلومش برضه على سياده الموسيقار اللي في نفس الفيديو قال له كهربا انت كلب، وقال له انت ما تربيتش، وقال رئيس النادي الاهلي انت ما تربيتش، يبقى فين الاحترام؟ ده محترم من انهي اتجاه؟ دول الناس دي بجد والله العظيم بجد، انتوا عايشين الدنيا دي ازاي؟ هو مفيش، انتوا مفكرين مفيش يوم قيامه ومفيش ربنا استغفر الله العظيم يا رب يعني، ومفيش حساب؟ اتقوا يوم ترجعون فيه الى الله. ده انتوا كلكم هترجعوا لربنا. هترجعوا تقولوا له ايه؟ هتقول له احنا مش عارف عايزين تعملوا ايه تاني في كهربا؟ ظلمتوه بهدلتوه من اتحاد كوره من الاعلام كله ماسكه سلخ 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 سلخ، والاتحاد الكوره اللي راح زور العقد بتاع الزمالك اللي هو اللي عمله عشان خاطر يوقف كهربا، وكهربا توقف، والاعلام كل يوم ينتقد كهربا وكهربا كذا وكهربا كذا. ما تتقوا الله، اتقوا الله في الولا. انتوا عايزين ايه منه تاني؟ عايزين منه ايه تاني والله العظيم بجد؟ يعني بعد كل اللي حصل له ده كله، بقى له اكتر من سنه ما بيلعبش كوره، والراجل ربنا كرمه وعارف ان هو يلعب وجاب جون وجاب التاني في الماتش اللي بعده. اه ممكن يكون اخطا في البتاع ده في الفيديو ده، بس ما طبيعي يعني تفضل تضرب فيا تضرب فيا تضرب فيا يا اخي وما اقولش اه؟ يا اخي سيبني اقول اه حتى. ما هو انت عمال كله ماسكه سلخ وكله ماسكه ضرب وشتيمه واهانات وخدوا في عرضه وقالوا له كل الكلام اللي ما يتقال. ما تنتقدوا الناس التانيه. طب انا هقول لك على حاجه حلوه، كابتن هاني حتحوت، كابتن هاني حتحوت هو في نفس الماتش ده اللي كهربا عمل فيه الفيديو ده اللي قال عليه الكلام ده، هو انت حضرتك ما شفتش كابتن شيكا قبل الماتش ما يبدا لما راح للاحماء بتاع في الاحماء لجمهور النادي الاهلي؟ ما شفتوش صح؟ ما شفتوش هو بيستفز جمهور النادي الاهلي؟ طب بعد ما استفز جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي قال له ايه؟ قال له العبيط اهو، العبيط اهو. ده تصرف اصلا عبيط يعني، لما حد والله العظيم بجد انا مستغربه، بس ما علينا، ما عادش بستغرب حاجه منهم، انا ما عادش بستغرب حاجه منهم وخصوصا الكائن ده. طب بعد كده لما عمل ايه؟ قام راح لجمهور نادي الزمالك. طب جمهور الزمالك عمل ايه؟ ما شفتش يا كابتن هاني؟ ما شفتش جمهور الزمالك وبقول شيكابالا يقول لكم ايه كتف ام ابوكوا كلكم ايه؟ ما سمعتهاش انت صح؟ ما شفتش الفيديو؟ لو عايزه ممكن نبعته لك، ده اذا ما شفتوش يعني، ده انا هفرض فيك حسن النيه، انا هفرض فيك حسن النيه. طب ليه ده بقى ما يتعاقبش؟ طب على الاقل كهربا لما قال اوف كهربا حطه صح، ليها مبرر، يعني لها مبرر. ممكن نبرر زيكم بقى، ممكن بقى نشتغل الشغل بتاعكم، شغل المحاميين بقى وشغل الناس الايه الافاقه النصابه اللي ليه بتقول اي كلام وخلاص. ممكن نعرف نعمله، على فكره نعرف نعمله كويس جدا. هو كهربا عمل ايه في الماتش؟ مش جاب جون؟ اه احتفل مع الجمهور بتاعه، والمفروض ان ده اللي هيحصل مع لجنه الانضباط، وده اللي يتقال. الراجل احتفل وراح بعد ما جاب الجون فبقول لهم اوف كهربا حطه صح، حط الجون صح. ايه المشكله؟
لكن التانية دي انت هتبررها ازاي؟ وهم بيقول لك كتف ام ابوكم كلكم، طبعا انت عارف اللفظ نفسه، لكن طبعا ما ينفعش ان انا اقوله. هو انتوا في ايه؟ في ايه بجد والله؟ اوعوا تفكروا ان كهرباء ما ينفعش يتوقف تاني يا جدعان. كهرباء ما ينفعش يتوقف تاني يا جدعان. كهرباء ما ينفعش يتظلم تاني يا جدعان. اقسم بجلاله الله كهرباء لو توقف يوم واحد تاني، يوم واحد، هتبقى عيبه قوي 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 في مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي، وفينا احنا كجماهير النادي الاهلي ان احنا نسيبهم يوقفوا تاني. اقسم بجلاله الله تبقى عيبه كبيره قوي في وشنا وفي حقنا. عايزين توقفوا كهرباء انا موافق، بس توقف قدامه شيكابالا، وتوقف قدامه جمهور الزمالك اللي شتم جمهور الاهلي، وتوقف قدامه رئيس نادي الزمالك. هتعرفوا توقفوهم؟ وقفوا كهرباء معاهم. غير كده اللي هيقرب من كهرباء اقسم بجلاله الله جمهور النادي الاهلي كله ان شاء الله هيبقى في ظهره. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.